السلام عليكم يا فريدات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ غبت عليكم، لكن النهارده ان شاء الله راجعين بفيديو مهم حاجه عن السكين كير، اللي هو انا يعني وكل البنات بنحب موضوعات السكين كير والحاجات اللي بنكتشفها فيها وبتنفعنا. انا اكتشفت حاجه حلوه جدا نفعتني الحمد لله، واصحاب البشره الدهنيه الحساسه اللي زي حالاتي مش هيصدقوا قد ايه الموضوع يعني انقاذ وحاجه اقتصاديه وحاجه الافكت بتاعها جميل جدا وهتعجبكم انا متاكده. النهارده هكلمكم عن سان سكرين اسمه ميلا تايم. ده اسمه وده شكله. القصه بتاعته عرفته بالصدفه، طلع لي الاعلان بتاعه على فيسبوك وعلى انستجرام، اعلانات منتشره ما شاء الله يعني في كل مكان، ولفت نظري ان هو مش بس سان سكرين اقتصادي صنع في مصر للبشره الدهنيه وبينفع لكل حاجه. لفت نظري جمله معينه كده بتتقال في الاعلان، اللي هو ايه؟ ازاي؟ هل ده فعلا حقيقي؟ الكلمه دي اول مره اسمعها. دايما يقول لك ايه؟ السان سكرين او السان بلوك ان هو بيمتص بسرعه، ان هو قوامه مائي، بينفع للبشرات، ان هو اويل فري وما فيهوش زيوت، فمناسب للبشره الدهنيه. لكن ده اتقال فيه حاجه مختلفه، اتقال ان هو بيدي فيلفت تاتش، اللي هو الملمس المخملي يعني زي القطيفه كده، وبيدي فينش مط للبشره. الفينش المط ده اللي هو احنا ما نعرفوش، احنا صحاب البشره الدهنيه ده احنا على طول يعني بنلمع وبنعرق وكل الكلام ده، لكن الكلمه دي لفتت نظري. دخلت على الصفحه وشفت ريفيوز الناس، لقيت ان هو ريفيوز عليه ما شاء الله كويسه، سعره حلو جدا. فانا كنت مسافره للمصيف وكان عندي الصن بلوك بتاع لاروش، لان انا فتره ما كانت بشرتي تعبانه جدا وكان ما فيش اي حاجه بتاثر معاها. في حاجات كتير كنت خلاص انا لازم استخدمها لانها خلاص اخر ستيب. انا رحت للدكاتره واستخدمت حاجات من الصيدليات واستخدمت حاجات من الصفحات، حاجات كانت بتهدي بشرتي شويه وحاجات تانية ما كانتش بتنفع خالص. المهم ان انا كنت بشرتي متبهدله. جبت الصن بلوك بتاع لاروش، يعني هو مش وحش، بس بعد ما جربت ده لا ده فعلا، وانا هقول لكم دلوقتي ليه. فلما كنت مسافره وعندي الصن بلوك بتاع لاروش قلت لا انا مش هستخدمه في المصيف، خصوصا ان انا يعني مش عايزه اشتري واحد بالاسعار الجديده، انا كنت جايباه بالسعر القديم، فقلت اوفره واجرب في حاجه، لان الاعلان بصراحه شدني والكلام اللي مكتوب عنه حسيت ان هو ممكن يكون له افكت كويس. المهم طلبته من صيدليه العزبي، اللي هو واحد وعليه التاني 50%. كان سعرهم هما الاثنين على بعض سعر حلو جدا، يعني الواحد واقف تقريبا ب 285. العرض ده اتغير دلوقتي في صيدليه اسامه الطيبي، واحد وعليه واحد تقريبا، صيدليه العزبي وصيدليات تانية برده ممكن لو ما كانش بينزل عليه عروض هو برده مش خساره في الفلوس. ليه بقى؟ اما جبته وفتحته لقيت مكتوب عليه نفس الحاجات اللي كانت مكتوبه على الصفحه، ومن ضمن المكونات موجود النايسيناميد، اللي هو يعتبر كويس جدا للبشره الدهنيه، ويعتبر ان هو بيرطبها وبيقلل الافراز الدهني وبيحاول ان هو يقفل المسام، ومكتوب كمان عليه ان هو برايمر بيز. بصوا، فانا جبته طبعا، ده اللي انا مستخدماه، التاني لسه جديد. مكتوب على الصفحه ان احنا بنستخدم منه جزء صغير، لكم ان تتخيلوا القوام بتاعه. بصوا عامل ازاي، بصوا القوام جل، بس جل مش الجل اللي احنا عارفينه. ولما تحطيه بقى على بشرتك، مثلا لو حطيته هنا يعني اللي هو صباح الخير، هيمتص بسرعه جدا. انا كده حطيته على بشرتي، الجزء الصغير ده كف وشي، خلاص هو امتص من زمان، من ساعه ما بدات من هنا خلاص عبال ما وصلت لاخر وشي كان اللي هنا ده خلاص امتص. ملمسه على البشره فعلا كانك جبتي حته قطيفه ناعمه مديه الفينش، اللي هو ايه، انا بشرتي كانها قطعه واحده، ما فيهاش طالع ونازل، ما فيهاش مسام، ما فيهاش الطبيعه الدهنيه بقى بتاعت اللمعان الجامد والدهون اللي هي ملمسها وشكلها طاغي كده على البشره. لا، الموضوع ده مش موجود. انا اختبرته في المصيف واختبرته كمان بعد ما رجعت من المصيف، ومن ساعه ما انا جبته الحقيقه ان انا مش بستخدم غيره. بصوا يا جماعه، هو فيه مميزات كتير. هو برايمر بيز انفيزبل تكستشر، هو فعلا لونه شفاف، مش حتى زي الصن بلوك التانيين او الصن سكرين التانيين اللي بيبقى لونه مثلا ابيض، وبعد ما تحطيه تفضلي ان انت تفركي فيه على البشره شويه، وبعد شويه لما ينشف ممكن يفرول، يا اما يسيب الوايت كاست اللي بيبقى على البشره ده، وبيبان اذا كان هو لونه ابيض وبعد كده بقى لونه
لونه شفاف او بعد كده البشره امتصته، بعد فتره لما بننزل من البيت وبنروح في اي مكان شمس بيبان على بشرتنا ان هو شكله كده، بيبان النطر بتاع البشره اذا كان فيها حبوب او حبوب تحت الجلد او المسام اللي بتبقى موجوده حوالين المنطقه الدهنيه يعني بتبان. لكن ده الموضوع مختلف معاه تماما، زي ما يكون كده ايه فعلا بيدي التاثير المط، كانك مثلا في فلتر محطوط على البشره. هو ووتر ريزيستنت، ودي الحاجه المميزه الكويسه جدا اللي فيه، ان هو ممكن كمان يستخدم في البحر او لحد بيعرق كتير. هو ووتر ريزيستنت، وكمان الاس بي اف بتاعته 50 اعلى نسبه حمايه، وبيحمي كمان من اليو في اي واليو في بي. فعلا هو اختراع، هو حقق معادله تقريبا ما شفناهاش قبل كده، ان هو منتج مصري سعره كويس. هي اي نعم التقنيه مش مصريه، لكن هو منتج مصري سعره كويس، بيحقق مميزات بصراحه ما شفتهاش انا عن نفسي يعني في حاجات تانية. بينفع جدا للبشره الدهنيه والحساسه، عشان صحاب البشره الحساسه مش بيقدروا يستخدموا اي حاجه. وكمان موجود في الصيدليات، ما فيهوش اويل فمش هيطلع حبوب. انا اهو بستخدمه بقالي يعني تقريبا داخله في مثلا شهرين وشويه بستخدمه، الحمد لله ما سببليش اي مشاكل، ما سببليش اي حبوب. بيستخدم حوالين العين، وينفع كمان للاطفال، بيستخدم في المصيف زي ما قلت لكم لان هو ووتر ريزيستنت. المميزات اللي فيه بصراحه ما شفتهاش في الصن بلوكات التانية. حاسه ان هو كده زي ما يكون هديه حلوه للناس صحاب البشره الدهنيه اللي هم يعني مش بيلاقوا حاجه ان هي تنفع معاهم. انا قلت ان انا اقول لكم عليه، هو مش اعلان ولا حاجه، هم ما يعرفوش اي حاجه عن ان انا هعمل الفيديو ده، لكن انا شفت حاجه مميزه وجديده وحلوه. وزي ما بقول لكم الملمس بتاعه حاجه على البشره كده يعني مش زي اي كريم ولا اي حاجه حطيتوها على بشرتكم قبل كده. اتمنى ان شاء الله لو حد جربه يقول لي في الكومنتات ان هو جربه، ولو كويس مع حد يقول ان هو كويس. هتلاقوه ان شاء الله تقريبا في معظم الصيدليات، وموجود برده على الصفحه الرسميه بتاعتهم على فيسبوك. ممكن ابقى اسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. ان شاء الله استنوا الفيديو الجاي، هكلمكم عن الروتين اللي انا استخدمته جديد وبدا ان هو يحسن بشرتي بعد فتره علاج طويله وازمات في موضوع البشره والحبوب والالتهابات وحساسيه البشره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واهم حاجه يكون فادكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.